السلام عليكم، يا صباح الفل، يا صباح النور لأحلى متابعيني الحلوين الغاليين والغاليات. نقول لكم ربي يخليكم ليا. أول حاجة نبدو بها نذكركم دائما بالصلاة والسلام على سيد الخلق محمد الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. دائما مع أطباق رمضانية. اليوم جبت لكم واحد الوصفة تهبل، تقدروا تعملوها فقط كمقبلة. هايلة بنينة بصدر الدجاج والبطاطا. بنينة بنينة بنينة، لكن تبعوا الطريقة الأخير باش تكتشفوا الوصفة. يعني خبيزات أو نقولوا كأنها على شكل مقرودات. طبق هايل رمضاني، لكن تبعوني الأخير حتعجبكم هذه الوصفة. هنايا حطيت، نبدو على بركة الله، بسم الله الرحمن الرحيم. حطيت كوكوط، ووضعت فيها صدر الدجاج، ووضعت الزيت، البصل كما تشوفوا ربيتو، المعدنوس والثوم، 2 سنينة ثوم. لكن تبعوا لي الاخير، وصفه سهله ماهله. سكنجبيل اللي هو الزنجبيل، كركم يعني تمتم، سهله ماهله. الملح تم توجديها، يعني بارد في بارد، كلشي تخلطيه مع بعض وتبدي تقلي. طماطم مصبره وتخلطي الكل وتحطيها على النار وتخليها حتى تنقلي، حتى الكل ينقلى ويندمج مع بعض كما شفتوا. من بعد راح مباشرة حنمرقها ونغرق عليها ونخليها اطيب. كمية قليلة تاع ماء، يعني ما تكثروش الماء، فقط يعني نعملوها فقط تزيين بالحمص. هايلة بنينة كما تشوفوا، راهي طابلنا نص طياب الدجاج تاعنا. صدر الدجاج حي هنا عندي حبتين بطاطا، عفوا حبتين بطاطا قطعتهم قطع ووضعتهم في المرقه، خليتها حتى طيبنا. هنا هي سخونه ومرسيها مليح، لابد تمرسي حتى تمرسيها مليح. المهم وهي سخونه تقدري توضعيها مارغرين، انا ما وضعت لا مارغرين لا حتى حاجه. هنا وضعت لها فقط الملح والفرماج. تقدري توضعي فلفل اسود، انا ما كانش عندي فلفل اسود، يعني في اخر لحظه لقيت روحي ما عنديش فلفل اسود. المهم هنا كي طبلنا الدجاج، نحينا الدجاج كذلك صدر الدجاج، وهنايا وضعت الحمص راهو كانوا طايب، فقط يندمج مع هذيك المرقه. وضعت الكمون، يعني سهله ماهله، تم توجديها. ونوضع الحار، الفلفل الحار، خليها مده حتى تتقلينا هذيك المرقه، ومن بعد نطفو عليها. هنا صدر الدجاج اللي نحيته من المرقه راح ينفتو، والله يجي بنين هكا كي طيبوه في المرقه، وكذلك حتى البطاطا تجي بنينه كي طيبوها في المرقه، ومن بعد تطحنوها وتمرسوها. هو صدر الدجاج راح نطحنو بالخلاط، وتقضي حتى انك فقط تفتيه. علاش؟ خاطر راهو طايب مليح. تفتي فقط باليد تاعك، اللي ما عندهاش كيفاش تطحنو. هنا كيفاش اني طحنت صدر الدجاج حنوضعو على جنب، ونولي نطحن الفلفل الحار اللي هو فلفل حامي، لاني انا ما عنديش فلفل اسود، يعني عوضته بالفلفل حار. يعني لازم تتبعوا الطريقه، والله طريقه هايله. طبق رمضاني هايل بنين ساهل، يعني ما يتكلفش، حتى انك تقدري يعني تم توجديه، تكوني مزروبه حتى للضيوف تجيك يعني مقبله كمقبله. هنا وضع كذلك فلفل حار اللي طحنته، وهي البطاطا تاعنا كي بردت شويه وضعت لها هنا الفرماج. تقدري توضعي اكثر من هكذا، حتى 4 حبات 5 حبات تجيك بنينه. مادام كي كثرتي الفرماج راح تجيك بنينه. هنا نحط البطاطا كذلك في الطاس تاعي، بعد نوضع عليها صدر الدجاج والفلفل الحار.
نخلط الكل باش الكل يندمجوا مع بعض. والله جات بنينه بنينه بنينه، لكن فقط تبعوا الاخير والله راح تعجبكم هذه الوصفه. وصفه سهله ماهله، ومادام كثرتي الفرماج والله الوصفه راح تجيك بنينه. هذا الطبق او هذه المقبله راح تجيك بنينه تمام. نوضع على حبه بيض، يعني تبعوني للاخير. والطماطم مصبره، لازم تضعي طماطم مصبره باش تجيك حميمره، يعني المقبله تجيك هايله وحميمره. والملح، فقط الملح. نخلط جيدا، يعني احنا نعطوكم الطريقه وانتم بدوا من عندكم. نخلط مليح، تشوفوا نخليها على جنب. عندي ورق السيلوفان اللي هو ورق شفاف، حنوضع هذيك العجينه تاعنا في الورق السيلوفان ونفسحها مليح. لكن لابد تخلي صدر الدجاج والبطاطا يبرد مليح باش تقدري تتحكمي فيها، يعني باش ما تلصقلكش في اليد تاعك. نفتحها مليح. تقدري هنايا تقطعيها، يعني تقطعيها على نصفين، يعني تحطي النصف من بعد النصف الباقي، لان حبيت نسرع الوقت ووضعتها الكل. من بعد هنايا حنوضع الفرماج اللي حبيتي توضعيه حتى انك تقدري تكثري باش يجيك بنينه. راح نحط الفرماج في الوسط، من بعد راح نغلقها كالبوده، ونستعين دائما بالورقه الشفاف. كما تشوفوا كانك تعملي يعني في المقروض او بوده، يعني رولي الخبزه تاعي. من بعد هنا نقطعها على النصف، لاننا راح نفتحوا كذلك القطعه الاولى. نحط القطعه هذه على جنب ونبدو نشكلوا في القطعه الاولى. كذلك نوضع الورق الطهي ونفتحها شويه. انا حبيت يكونوا حبات كبار، اذا حبيتي يكونوا حبات صغار يعني هذا بالاختيار تاعك. نسويها مليح. من بعد هنايا قطعيها كما حبيتي. انا عندي هذا الطابع تاع المقروض، انا فقط نشكل به من الفوق، يعني ما نحطش حتى للتحت، فقط نشكل به ومن بعد نبدا نقطع. ونسوي مليح، والجوانب كذلك تسووهم مليح حتى الفرماج تاعك كي تبداي تقلي في الحبات تاعك يعني ما يخرجش هذاك الفرماج. المهم هنايا تحطيها في الثلاجه حتى تتماسك لك مليح. والله هايله بنينه تهبل، حتى تقدري تعمليها تزيين كذلك في التقديم. نسوي مليح الحبات تاوعي. حنكمل كل الحبات وراح تشوفوهم. هم الحبات، شوف شحال قطعت لي كميه مليحه لاباس بها. عندي هنا البيض وعندي لا شابلو اللي هو خبز اليابس والمطحون. حنحط الحبه في البيض ومن بعد حنرمدها في الخبز المطحون ونكمل الكل ومن بعد نبدا نقلي. والله راح هذه الوصفه راح تعجبكم، هايله بنينه. ولا طبق هايل رمضاني، والله لهايل وساهل، يعني تم توجديه.
يعني ما يتكلفش مليح. مقادير جد بسيطة. كمل كل الحبات. قربت كذلك الحبة الثانية والثالثة والرابعة، ونكمل كل الحبات. ونتمنى ان شاء الله حبوباتي تكونوا باحسن الاحوال. كمل كل حبات، سوينا حبات، يعني حبيتي يكون حبات كبار تقدري توضعيهم حبات صغار. هنا عندي مقله وضعت فيها كميه قليله تاع زيت، يعني ما تكثريش الزيت كما تقلي بطاطا. ونبدا نحط في الحبات تاوعي ونقلي. كل مره تحمريهم، لكن لابد تحمريهم مليح، يعني يكونوا حميمرين وهايلين. نبدا نحط في الحبات وكذلك ونقلب كل مره حتى تحمر لك من تحت، عاد تقلبيها. والله وصفة تهبل تهبل تهبل، لكن تبعوني الأخير والله حتعجبكم الوصفة. ودايما كل مرة نسوي الحبة باش نحطها في المقلة ونبدأ نقلب. كل مرة كي تدي هذيك التحميرة نبدأ نقلب في الحبة تاوعي. حتى انه والله ما تفتتلكش حتى بالمقلة. شوفوا كيف جات حميمرة وجات هايلة. والبنة واش نقول لكم عليها، هايلة 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 هايلة. تقدري فقط توضعيهم هكا كمقبلة رمضانية. وهو التقديم. الحمص عادي بسيط، نحط الحمص من بعد نوضع له تزيين بهذوك الحبات تاع صدر الدجاج، يعني كمقرودات. التزيين هذا اختيار تاعك، تقدري توضعي من الفوق فرماج، كذلك فرماج الساندويشات من الفوق، وتقدري تخليهم هكا عاديين، لكن احسن عاديين يجوا شابين. ونتمنى حبوباتي تعجبكم هذه الوصفه وتكون في الحسن الظن تاعكم، وان شاء الله تكون فيديوهات اخرى، فيديوهات رمضانيه هايله ووصفات رمضانيه هايله وبسيطه وسهله. وهو الطبق تاعنا سهل ماهل. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.